اليوم عاد كتاب ان شاء الله غادي نحضر السلو. نخلط هاد المكونات. هادشي سلو كله غيطير مع البرد. السلام عليكم وليداتي. السلام عليكم. السلام عليكم. قول مبارك عواشر. دوز هاد العواشر بالصحه والسلامه ورزق ان شاء الله. السلام عليكم، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم في تمام الصحه والعافيه. فيديو جديد ونهار جديد معكم فاتحه البيضاوي. اليوم عاد كتاب ان شاء الله غادي نحضر السلو بمكونات صحيه وطبيعيه ان شاء الله. جا مشاركه معكم قبل 6 سنوات في القناه ديالي بالقمح الكامل، وفيه الذره وفيه الشعير وفيه مكونات مزيانه وكترفع من الفيتامين دي، مزيانه الهشاشه. جربوها الناس بزاف وشكروني عليها، ولقى هذاك الفيديو تفاعل كبير الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل الله. نبداو على بركه الله. اول حاجه الكسلو انا كندير فيه يومين، ما تنخدموش في نفس النهار. كنحمر فيه النهار الاول، تنحمر كنخليه تحمر وتنخلي داك المكونات اللي حمرتهم يبردوا على خاطرهم، ولغد لي عاده كنطحنهم ولا كنديهم عند الناس اللي خاصين كيطحنوا وتسلوا املوا، او اللي عند العطار كتكون عنده ديك الاله كبيره، ولا اللي عند هذيك الاله او الماكينه اللي كتطحن مزيانه تطحن فيها في الدار. انا كنفضل انني نطحن عند دوك الناس اللي كيطحنوا ولا اللي عندهم الماكن خاصين، كيوفر عليك الجهد والوقت، حيت فعلا هذا السلو فيه تماره. ولكن مني ولاو هاد العطاره كيديروا هاد الالات ولا الماكينات اللي كيطحنوا ولاو كيوفروا علينا بزاف. انا غادي نحمرو ان شاء الله وغنديه في العشيه يتطحن، والغد الليل عاده غادي نخلطو. راه عندي الشعير هذا كناخذو كل عام يكون محمر، هاد الدقيق ديال الشعير. وعندي غادي ندير فيه القمح، وغادي ندوز دابا نحمر اللوز. غادي ندير شويه كميه كبيره، تقريبا غادي تخرج لي واحد 4 كيلو حتى 5 كيلو. في كيلو غندير غير نص كيلو الشعير، ما تكثروش بزاف سلو لانه مع المده كيبدا حماض. الافضل ديروا غير نصف الكميه دي. بالنسبه للوز راه ما نغسلوه ما حتى شي حاجه، ما نديروا ليه زيت لا والو، غير كنقليه في المقله. غادي فقط ناخذ واحد الفوطه ولا واحد السربيته ولا منديل ونقي وتنسحوه من هذا يكون فيه الغبار. اللوز هو كيطلق داك اللون ديالو كما كتلاحظوا بحال الترابي، نمسحوه غير من الغبره وصافي وكنقليوه. بسم الله. بغيتو تختصروا الوقت اولا بغيتو ما تقليوش هنا في البوطه، ديريه في واحد لاطه اللي عندكم كبيره، كتسرحيه وتدخليه الفران يكون مسخن قبل، عافيه تكون مهيله باش يتقلى حتى من الداخل، وكتدخليه الفران. ولكن كتراقبيه مره كتمشي تحركيه كتقلبيه بحال الشكل ديال غتحمري الفقاس. انا غادي نديروها غير هنا في البوطه. كما شاركت معكم قبل الطريقه ديال املو، راه نفس الطريقه كنديرها حتى في السلو. ملي تبغيو تحمروا هاد اللوز هرسوا اللوزه من الوسط الا بانت لينا ولات بنيه من الداخل مذهبه، يعني محمره من الداخل حتى من الداخل، صافي تنحيدوا اللوز كنخليوش يزيد يكمل، حيت اللوز كيبقى شاد ديك السخونيه وغيزيد يتحرق وكيطلق لنا واحد المذاق مار في السلو. الطريقه اللي كنديرها السلو راه هي حتى هي كنديرها الامل. حاولوا نبعدوا على القليان في السلو من الافضل باش الوصفه تكون صحيه 100%. صافي ها هو هاد اللوز عندي راه بدا كيتحمر، نحاول نحيدو. ما تحيدوش على اللوز ملي تكونوا ديروا فيه مقله ولا حتى في الفران، ما تحيدوش عليه، يديكم بحال هكا عليه تبقاو تديو فيه تجيبوا بهذا الشكل هذا
باش يتحمر كله، ماشي تخطف ليكم يتحمر من برا ومن الداخل كيبقى خضر. نقلبوا وحده، قلبوها من الداخل بحال دابا هذه راه ما وصلها، ما تحمراتش من الداخل، باقا بيضه. السودارو وريت تقرمل مزيان باش منين كتطحنوه كيطلق لكم الزيت، وحتى ما ملي كديروه في السلو كيبقى مقرمل، ما كيجيش ما كيغملش لكم السلو، ولا كيجي مع المده كيلوى كيولي لاوي، كتمضغيه كتلقايه بحال قديم. صافي طاب هذا اللوز اللي فيها، ها هو تحمر حتى من الداخل. نحاول نحيدو. هذا الزنجلان البلدي راني غسلته ونقيته، منقي ومغسول ومشمش مزيان. بسم الله. اللون ديالو دابا راه كيكون يعني هذا اللون هذا مفتوح، فاش كيتحمر راه كيولي اللون ديالو حتى هو بني مغلوق. نحاولوا ما نحمروش بزاف حيت الزنجلان اللي حمرناه بزاف مرار. الزنجلان اللي هنا راه وجد تحمر. وهذا هو المكون الرائع واللي كيخلي السلو ديالنا يكون صحي 100% ومزيان الهشاشه، وكيرفع من المناعه والفيتامين دي. رائع بزاف هذا الإلان. غادي ندير الكميه، الا درتو كيلو تاع الدقيق وكيلو تاع اللوز كديروا غير رابعه منه. الا درتو كميه كبيره كديروا نص كيلو. انا غندير نص كيلو. غنحلفو ونقينو وغنحمروه حتى هو ونطحنوه حتى هو بحالو بحال الزنجلان. بالنسبه للإلان فهو مفيد وفيه منافع كثيره على الجسم ديالنا وعلى على العظام بالاخص. الناس اللي عندهم مشكل ديال الهشاشه وحتى الوليدات هما راه كينفعهم بزاف، مزيان للعظم هذا. ماشي ضروري ديروه في السلون، كاين لكم غير تحمروه بحال هكا، حمروه مزيان وطحنوه راه كيجي بنين ولذيذ. ديروا مع دالون السو ياكلوا ولا مع الحليب، رائع بزاف. طابت. حاول نديرها هنا. حاولوا انكم اي حاجه حمرتوها ما ديروش التبصيل، ديروا هذا الورق هذا نشاف من الافضل باش ما يعرقش لكم التبصيل وكيولي فيه الماء هذا الزنجلان ولا اللوز ولا الإلان كيفزق بالماء. هنا عندي كيلو ورابعه ديال القمح الكامل، غادي نحمرو في الكوكوط اولا الطنجره ديال الضغط. مهم غربلتو بقات فيه واحد النخاله رقيقه ماشي مشكل. وهنا الإلان ها هو وجد، غادي نحاول انني نخويه هنا. هاد الكميه راه تحمرات من قبيله وانا مقابلها تنقلب فيها. الا درتوها هنا في الطنجره ديال الضغط راك عمليه وزوينه، احسن من المقله واسرع من المقله دغيا كتحمر معكم الدقيق. صافي بارك عليه، مبغيتش شي يتحرق ليا. غنحيدو ندير الكميه الاخرى. هنا راني درتو في القصريه. دابا حنا في الصباح راني طحنت اللوز والجنجلان وحتى الإلان. غادي ندوز باش نخلطوا السلو ان شاء الله. هنا عندي نص كيلو ديال الزبده، كندير هذه النوعيه هذه زوينه بنينه والمذاق ديالها زوين احسن من الزبده العاديه هذه سبيسيال. غادي ندوبها دابا ان شاء الله. اللي بغى يدير زيت الزيتون يديرو، بقى يخلط بحال الشكل اللي درت انا في املو. كتبقاو تخلطوا حتى كتحصلوا على القوام اللي بغيتو نتوما واش كتبغيوه يكون عاقد ناشف. المهم انا راه كندير الزبده حيت كتعجب الزوج ديالي. انا تندير فيه بعض المرات زيت الزيتون، لكن الزبده عافيه واحد المذاق بنين. اللي ما بغاش الزبده كما قلت لكم ديروا زيت الزيتون باش كتجي صحيه 100%.
الناس اللي كيبغيو يديروا الزبده الكميه كما قلت لكم على تقدروا ديروا فيها حتى الكيلو ولا روب ديال الزبده على حسب الكميه ديال الدقيق اللي غتدخلوا في هذا السلو هذا. هنا الزبده غادي نخليها تذوب وغادي نحاول نحيد منها وبدا الحليب اولا هذا الحليب ديالها اللي كيتطلق نحاول انني نحيدو ولا هاد كما كتلاحظوا هاد الكشكوشه هذه راه كيكون فيها الحليب ضروري نحيدوها بالملعقه باش ما تخسرش لينا السلو. بقى عندنا الا درنا كميه كبيره واحتفظنا به ما كيخسرش ما كيغمالش وما يعني ما كيحماضش، لان الزبده حتى هي الا درتوها بالحليب ديالها غير ذوبتوها وخويتوها راها تقدر تحمض لكم السلو ديالكم مع المده غير يبدا يطلق واحد الحموضيه. هنايا هذا القمح اللي حمرت معكم البارح غادي نعاود نغربلو باش الا كانت نخاله ولا شي حاجه نحيدها. الشور كتبقى واحد النخاله رقيقه. هنا هذا عندي اللوز مهرمش، هذا نخليوه باش يعطينا ديك القرمشه في السلو. تقريبا عندي واحد 250 غرام ديال الجنجلان محمر ما طحنتوش بالشوا كيخلي لنا ديك القرمشه في السلو. وهنا هذاك الدقيق ديال الشعير محمر غندير غير نصف الكميه تقريبا واحد نص كيلو. الا عندكم حتى الذره ديروها، انا ما توفرش عليا عندي ما لقيتهاش الذره البلديه، هي حمروها وديروها راها زوينه بزاف في السلو. وهنا هذا ايلان تقريبا عندي نص كيلو. هنا عندي النافع راه مصهد وطحنته غندير منه ملعقه كبيره ونصف. وهنا عندي حبه حلاوه حتى هي نصهدوها وصهدوها شويه في المقله وطحنوها باش كتطلق ديك الريحه ديالها الزوينه وكتعطينا داك التنسيمه. حتى هي غندير واحد الملعقه ونصف. هنا عندي واحد 6 ديال الحبات ديال المسكه ولا المسكه الحره دقيتهم مع شويه ديال السكر. وهنا عندي القرفه مطحونه ندير ملعقه كبيره. وهنا انا عندي هذا الزنجلان، علاش قلت لكم طحنوه بنهار قبل ما تخلطوه. كل ما خليتوه طحنتوه وخليتوه يبات كيزيد كيطلق داك الزيوت ديالو وما كتحتاجوش ديروا كميه كبيره ديال الدهون باش كتجمعوا هاد السلو ديالكم. ومن الافضل الا مشيتو تطحنوا عند العطار ديروا معكم سوبيرات، لا ما ديروش في ميكا. الا درتو في ميكا تيبقى لاصق لكم في الميكا يعني كتلوحوا ميكا فيها يعني كتنقص لكم الكميه. انا كنت كنديرو في ميكا فمني كتجي نبغي نديرو كيبقى داكشي لاصق ليا في الميكا كنلقى راني خسرت واحد الكميه. المهم هذا الزنجلان وهذا اللوز كما كتلاحظوا ما شاء الله راه طالق الزيت ديالو. وعندي العسل، هذا العسل غادي نديرو حتى هو نسخنو شويه يزيد يطلق معايا مزيان ونضيفو ان شاء الله. المهم هنا غادي نخلط النواشف هما الاولين. ما نساوش واحد القبيصه ديال الملحه اختياريه، اللي ما بغاش يديرها ماشي مشكل. بعد ما ساليت كلشي كما شاركت معكم جميع المكونات قلنا نخرجوا نجلسوا برا. هاد الكليسه هذه يمكن محسن منها نيت باش تبقى هنا روينا برا. والوالده تاعي تعاوني اول مره غتبان معايا في القناه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم فعلا، لان هذه الوصفه حقيقيه هي الاصليه ديال الام ديالي. هي اول وصفه حطيتها في اليوتيوب واول وحده اخترعت هذا السلو الصحي اللي فيه الايلان وكيليق الهشاشه. وكانت الفكره ديال الام ديالي اللي كانت اقترحت عليا قالت لي حطها في القناه. الحمد لله ربي ما خيبنيش، الناس جربوها وصحوا عليها. نبداو على بركه الله. نبدا نخلط هاد المكونات. بسم الله. ضروري نخلطوا النواشف هما الاولين مزيان. عاده غنزيدوا الزبده والعسل اولا كما قلت لكم تزيدوا زيت الزيتون. اللي ما كيبغيش الزبده يزيد زيت الزيتون.
غادي نخلطو وغادي نقصو في هذه القصريه الاخرى باش ما يغلبش عليا. وإذا أصدرت بيسهل كواشركم صحة والسلامة ورزق إن شاء الله، وشروا تعودوا إن شاء الله. صافي دابا سلوها هو تخلط مزيان مزيان. غادي نحاول نقصو بسم الله القصريه الاخرى ونبدا نزيد الزبده. راني ذوبتها وحيدت من هذاك الحليب اللي كيكون فيها، ضروري تحيدو البن ديالها البن. ديالها. دابا نقصت الكميه وغنبدا نضيف الجنجلان واللوز المطحونين باش نبسبسوه حتى هو مزيان. خلطي قسمته على جوج باش نتعاونوا عليه انا والام ديالي. تعاوني وضروري الوالدين يديروا يديهم. كل بركه في السلو، السلو كيجي بنين. بسم الله. خديت هذا البانيو هذا غادي ندير فيه هذا باش حيت هاد القصريه صغيره باش يتخلط ليا مزيان. بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل على رسول الله يا حبيب الله. هاد الطريقه التقليديه والطريقه العصريه هما كديرها قصر. انا كندير الباني. او كندلكو بهذا الكف على الشكل هذا باش ما يبقاش مكور، وحتى اللوز والزنجلان ما يتبقاوش مكورين، هذوك اللي مطحونين مزيان. ملي كتكونوا طاحنين اللوز مزيان كما وريتكم كيولي طالق الزيت تاعو، ما يخصكمش بزاف ديال الدهون باش تجمعوا السلو ديالكم. كاين اللي كيبغي يسلو بحال هكا صافي يضيف عليه غير ما يزيد لا زبده لا والو. كاين اللي كيعجبو سلو بحال هكا يضيف عليه غير العسل الحر اولا العسل اللي خديته بحال اللي خديته انا وصافي. دابا غادي نخلطات امي، غادي نحاول ندلكو مزيان مع باش يتجانس ليا مع هذا. اش كديروا البانيو راه كتغلبوا عليه احسن من القصريه. دابا غادي نضيف الزبده. بسم الله.
نضيف دابا العسل. بسم الله. بسم الله. طبيعة الحال اللي عنده العجانه كبيره دير فيها سلو وتخليه يتعرك مزيان. قد ما دلكتو مزيان قد ما كيتشرب لكم هذا العسل والزبده ولا الزيت، وكيطلق لكم حتى الزيت ديالو مزيان وكيجي معلك وزوين. هو قد ما بات فاش غيبات عاد كيزيد يزيان كثر. تقريبا واحد 800 غرام ديال العسل اللي كفاتني. هنا عندي تقريبا واحد 5 كيلو ديال السلو، يعني كفاتني فيها واحد 800 غرام. يمكن لكم تنقصوا ولا يمكن لكم تستغناو على، راني حيت واحد شويه المي، ما درتش فيه لا زبده ولا العسل حيت امك تاكل مسوس. الا بغيتو ما تضيفوش ليه الزبده والعسل ما تضيفوهاش. دابا بقى لينا تزيين، غادي نزينو انا والام ديالي. يلا على بركه الله. هذا هو الشكل النهائي ديال السلوم بعد ما كملته. زينته انا والام تاعي تزيين بسيط وصافي. ما نعاودش لكم، راه دابا بدا كيطلق الزيت ديالو. غادي مني غادي بات ان شاء الله غادي يزيد يتعلق اكثر ويطلق الزيت. كل ما بات ولا كل ما زاد مده عندكم كل ما كيزيد يتعلق ويطلق الزيت. وضروري انكم تدلكوه مزيان كما قلت لكم، يا اما ديروه في العجانه ولا تدلكوه بيديكم ديروه في بانيو باش تغلبوا عليه. خلطوا النواشف من الاولين عاد زيدوا داكشي اللي طحنتوه. ولا كما قلت لكم اللي كيبغي يدير الزبده يديرها، راه يمكن لكم تستغناو على اللي كيبغي ناشف شويه، راه ما يدير لا زبده لا عسل. بالنسبه للناس اللي فيهم السكر لا ما ديروا لا زبده ولا عسل كما كدير الام تاعي، راه ما كديرش فيه لا عسل لا زبده لا والو، راه كدير لي غير الطريقه هذه وما كتضيفش ليه العسل حيت هي كتاكلو مسوس. بالنسبه للناس اللي مساكن عندهم امراض السكري ولا الكوليسترول راه هذا صحي وفيه الإلان راه مزيان وصحي بزاف. الناس اللي عندهم الهشاشه ومزيان العظام، مزيان الوليدات الصغار كما قلت لكم. نتمنى نكون كتخفيف عليكم وكنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو. عواشركم مباركه، رمضان مبارك سعيد، اللهم الحقنا به لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. مبروك عواشركم وليداتي، دخل لكم هاد العواشر بالصحه والسلامه والرزق ان شاء الله. والله يطول لكم في العمر ديالكم نتوما والوالدين ديالكم. الله يدوز هاد العواشر بالصحه والسلامه والرزق ان شاء الله. والسلام عليكم.